ازيكم. انا مايا، وان شاء الله النهارده هناخد component جديده من components، وهي ال 7 segment. طيب ايه هي ال 7 segments؟ ال 7 segment دي هي تعتبر شاشه عرض. شاشه عرض بتعرض لي اي حاجه انا عايزاها عن طريق ان هي فيها segments او اجزاء بتنور لي لو انا عايزه انور حاجه معينه. يعني مثلا ممكن انور بيها ارقام، او ممكن انور بيها hexadecimal alphabets، زي مثلا ال A وال B وال C، أو مثلا زي الأرقام 0 1 2. هنشوف ده بعدين. ولكن عايزين نعرف بس إن السيجمنتس دي بتنور بالكود. يعني مثلا لو عايزة أنور السيجمنت دي لوحدها ممكن أنورها، لو عايزة أنور دي لوحدها ممكن أنورها، دي لوحدها ممكن أنورها. وأعتقد احنا شفنا ال 7 segments دي كتير قبل كده، وأشهر مثال ليها إن هي موجودة في الأسانسير. العداد بتاع الأسانسير بيبقى من 0 ل9، أو أيا كان بقى، يعني في منها بيبقى ممتد. دي ممكن تبقى دبل، تبقى تريبل، يعني ممكن يبقى فيها أشكال كتير هنشوفها بعدين. طيب عايزين بقى نشوف السيفن segments دي متجزاة لإيه. يعني لما اجي اعمل كود مثلا هقول ايه؟ طيب احنا عندنا الجزء اللي فوق ده، او السيجمنت اللي فوق دي اسمها A، السيجمنت دي اسمها B، السيجمنت دي اسمها C، D، E، F، وفي النص G. هي سهل تتحفظ، احنا عايزين بس ايه، يعني تبقى مصورينها في دماغنا علشان لما نيجي نعمل كود مثلا وعايزين نفتكر حرف نفتكر على طول، من غير بس ما نروح مثلا نشوف دي كانت ايه ولا دي ايه. طيب A B C D E F G، الجي في النص. ودي الديسيمال بوينت. الديسيمال بوينت انا بستخدمها لو مثلا عندي رقم فيه كسور، عندي حاجة عايزة مثلا 1.1 0.1 كده. بس انا مثلا مش هستخدمها في الاكزامبل ده، لان هو احنا معايا رقم واحد بس، فمش محتاجة ديسيمال بوينت. بس هنشوف بعدين ممكن استخدمه ازاي. طيب علشان انا انور اصلا ال A وال B وال C وال D وال E وال F ده اعمل ايه؟ انا عندي، هنشوف بعد شوية انواع من التوصيلة بتاعة السفن سيجمنت، ولكن بشكل مبدئي انا لو عايزة انور الليد دي زي مثلا الليد العادي اللي كنا بنقوله، زي مثلا في الليد العادي يعني كنا بنقول ان ال A هعملها هاي، وال B هعملها هاي، وال C هاي، D هاي، E هاي، F هاي. مثلا G لو، ده كده انا عملت حرف، يعني كده عملت رقم الزيرو. وهنشوف بعدين برضو توصيلة تانية، لان الهاي واللو دي احنا مش ثابت ان احنا الانوار هيبقى هاي والوطفي هيبقى لو. هنشوف بعدين ازاي. ودي الانواع بتاعه السفن سيجمنت. طبعا فيها انواع كتير. ده اللي انا كنت بقول عليه. لو مثلا انا عندي اكتر من رقم وعايزه ديسبلاي ما بينه ديسيمال بوينت، يعني مثلا 0.1، مثلا مثلا 1000، وفي مثلا بوينت 55، ايا كان. فمثلا انا بيبقى عندي دي مثلا multiple digits، بيبقى عندي 2 أو 4 أو اكتر. دي بقى الديسبلاي موديول دي بيبقى فيها 8، يعني فيها 8 ارقام: 1 2 3 4 5 6 7 8. التروث تيبل ده هو اللي بيعرفني انا لو عايزه انور رقم انوره بانهي سيجمنت. لو مثلا لو خدنا زيرو، الزيرو انا عندي عشان انورها هنور ال A وال B وال C وال D وال E وال F من غير ال G اهو: A B C D E F، الدايرة كلها ما عدا ال G. مثلا لو عايزة انور 4، لو عايزة انور 4 هتبقى B و C و F و G. لو عايزة انور 9 A B C D F G. هي دي بس حاجة تساعدنا عشان نعرف ننور ازاي وننور انهي. دي بقى لو انا مثلا عايزة انور مثلا A و B و C و D و E و F، دي برضو بتبقى يعني مساعدة لينا. دي بقى برضو مجموعة من الاشكال اللي انا ممكن يعني اجرب بيها. مثلا انا عايزة اعمل حاجة دي مثلا H G F، مش عارفة دي بصراحة، بس يعني ايا كان، يعني ممكن اعمل اي شكل بالسيجمنتس اللي معايا. اوصل السيفن سيجمنت ازاي؟ انا جوه السيفن سيجمنت نفسه عندي بيبقى يعني ده شكل السيفن سيجمنت: A و B و C و D و E F G والديسيمال بوينت ده الليد بتاعي. طب انا ازاي اوصل ال A ده مثلا على الاردوينو، وال B على الاردوينو، وال G على الاردوينو؟ ازاي اوصل الليداية نفسها على الاردوينو؟ فبيتقسم لي السيفن سيجمنت، بيبقى فيه كده ايه، 10 بنات. تمام، 2 للكومن وهنشوف هنعمل بيهم ايه دلوقتي، و8 للباقي من ال A لحد ال G والديسيمال بوينت التامنة. تمام، كل سيجمنت فيهم ليها بنية. ال A مثلا ليها البن دي،
والبي ليها البين دي، والسي دي والدي والاي والاف والجي. الكومن بقى هنقول عليها دلوقتي. انا علشان اوصل ال7 سيجمنت بالاردوينو عندي طريقة من طريقتين، يا اما اوصلها كومن انود يا اما اوصلها كومن كاثود. ازاي اوصلها مثلا كومن انود؟ باخد سلكة كومن من ال7 سيجمنت نفسها دي، باخدها منها كده واوصلها بال5 فولت، ال5 فولت اللي معايا في الاردوينو. طيب الجوه بقى كل سيجمنت هوصلها بايه؟ كل سيجمنت هوصلها اولا بريزستور عشان ما تتحرقش، يعني كل واحده فيهم هديها سيريس ريزيستور ان سيريس يعني. انا يبقى عندي بوصل الناحيه النيجاتيف بالبنيه، الناحيه النيجاتيف من كل واحده بوصلها بالبنيه، والناحيه البوزيتيف بوصلها بال5 فولت. تمام. انما في الكومن كاثود بعمل ايه؟ باخد سلكة كومن من ال7 سيجمنت واوصلها بالجراوند، وبعد ما اوصلها بالجراوند بتوصل بالناحية النيجاتيف من الريزستور، الناحية النيجاتيف والناحية البوزيتيف بوصلها بالبنية. في حاجة محتاجين نتفاداها، ان انا مثلا يعني مثلا عايزة اوفر ريزستور مثلا، فمش عايزة احط على كل واحدة مثلا ريزستور ان سيريس، عايزة مثلا احط هي واحدة كفاية احطها فوق على 5 فولت. طبعا ده مش هينفع لان ده هيحرق لي. طبعا ده مش هينفع، يعني لازم نتفادى حاجة زي دي، لان كل ليد من دول، كل سيجمنت من دول ليها فولتج معينة محتاجة تدخل لها، فانا مش هيبقى حاجة عملية خالص ان انا احط ريزيستور في البارل. احطها في البارل ازاي؟ مثلا واخداها من الكومن، ومن الكومن هحط ريزيستور، ومن ريزيستور هوصل ل5 فولت. ده مش حاجة عملية. ما نتخضش من شكل الكود، ولكن احنا عندنا نوعين برضو في الكود. يا اما هعمل كود على اساس common anode، يا اما هعمل كود على اساس common cathode. هو هنا موصل توصيلة common anode، يعني مثلا واخد من الكوم وحاططها في ال5 فولت، والاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي موصلهم بريزستور، بعد كده البن. عامة التوصيلة بتاعة الاي والبي والسي يعني كل السيجمنتس ما بتختلفش، سواء في الكومن انود او الكاثود بوصلها عادي باي بن، ديجيتال بن. انما الكومن انود او كاثود هي اللي بحددها، لو كومن كاثود بوصلها بجراوند، لو كومن انود بوصلها بال5 فولت. الكود ده احنا عايزين نعمله الاول common cathode، علشان الكومن كاثود اسهل. الكومن كاثود مش بتلخبط، لان انا ايه مشكلتي في الكومن انود؟ بتبقى عكس الاوامر الطبيعيه، ان انا مثلا في الكومن كاثود بقول هنا مثلا لو انا عايزه اوصل نمبر 2، عايزه انور نمبر 2، فهشغل الاي والبي والجي والاي والدي. تمام. فهنورهم يعني ايه؟ مثلا هاي، بي هاي، جي هاي، اي هاي، دي هاي، واف والسي لو. تمام. بس انا لو هوصلها كومن انود محتاجة اعكس، لان انا في الاي مثلا هقول دي لو، البي لو، الجي لو، الاي لو، والدي لو، والاف هاي، والسي هاي. فاحنا خلينا كومن كاثود احسن علشان ما نتلخبطش. عايزين بقى نوصله على التنكر كاد. اول حاجة هدور على ال7 سيجمنت. انا هخليه نص ونص كده، لان انا لو يعني عايزه اخلي كل بين فيهم توصل بالاردوينو، بس انا لو خليتها في ناحيه واحده مش هعرف، فلازم اوصل الناحيتين ببعض كده. على فكره انا وصلت الناحيه اللي فوق بالناحيه اللي تحت، يعني الناحيه دي بقت واصله بالناحيه دي عادي. وممكن اجيب برضو 7 ريزيسترز مثلا، ممكن 8 لو انا عايزه ديسمال بوينت، بس يعني خلينا بس 7 عشان مش هنحتاج الديسمال بوينت. تمام. أنا ممكن اسرع بقى الحاجات دي عشان ميبقاش الموضوع فيه. كده انا جبت 7 ريزيسترز علشان اوصلها بالبينز بتاعتها، فاخد كل بين واوصلها.
نخلي الكومن في الاخر. كده انا وصلت كل ريزيستور ببن، وعايزة دلوقتي اوصل كل الناحية التانية بقى من الريزيستور، عايزة اوصلها بالبناية نفسها. تمام كده وصلنا البنات كلها، ناقصنا بس نوصل الكومن عايزة اوصله بالجراوند، هاخد سلكة من الجراوند هنا واوصلها بالاردوينو. خليها لونها اسود مثلا احسن. في حاجة بقى محتاجين نعملها، ودي يعني ممكن تبوظ الدنيا. لازم ندوس على الاردوينو، ندوس على ال7 سيجمنت نفسه ونختار كومن كاثود مش انود، علشان نوصل التوصيلة بتاعت الكومن كاثود. على فكرة في الكود انا مختارة مثلا كومن انود، وانا في الكود عاملة الكود بتاع الكومن كاثود، هتشتغل وكل حاجة، بس هتدي النور المعاكس للي انا عايزاه. يعني مثلا انا لو عايزة اشغل اتنين، هتشغل دي ودي، بدل ما مثلا اتنين انا عندي كل حاجة منورة ما عدا الاف مثلا والسي، فهي هتنور الاف والسي بس. تمام، خلينا نجرب. اول حاجة احنا كنا عايزين نعرف كل بناية فيهم، فانا ممكن يبقى هاش ديفاين او ممكن بالانت عادي. بس مثلا تعالوا نجرب الهاش ديفاين. نديفاين ال A مثلا على، احنا حاطين ال A فين، هي فين ال A، حاطينها على 4. تمام، hash define ال B على 5. تاني حاجة هقول ان كل واحدة فيهم بتشتغل كايه، كاوتبوت ولا input؟ طبعا هي كاوتبوت عشان بتنور لي، فهقول البن مود ال A output، وهقعد اكررها بكله. هو مشكلة الكود بتاع ال7 segment ده ان هو بيبقى طويل جدا، بس هو عامة سهل جدا. نيجي للكود نفسه، عايزين ننور مثلا، احنا عايزين ننور رقم 4 مثلا. تمام، عشان ننور 4 كنا بنختار ايه؟ عشان ننور 4 كنا بننور ال F وال G وال B وال C. فتعالوا نجرب digital right F high. ال G high، ال B high وال C high، والباقي low. ال D وال E وناقص E وال A. تمام، دول كده low. نجرب، او كده عمل لي display للأربعة.
انا علشان بس اخلي الدنيا اسهل شوية لازم اعمل ديلي، علشان مثلا لو هديسبلاي كذا رقم، مثلا لو انا عايزة ديسبلاي رقم زيرو، يعني زيرو، ديسبلاي الزيرو مثلا، ديسبلاي الزيرو سهل جدا عامة، هنور كله ما عدا الجي. تمام، وممكن اخد كل ده كوبي، ديسبلاي كله ما عدا الجي. اهو بعد ثانيتين ادالي 4 والزيرو. طب تعالوا نجرب مثلا لو انا شغلت الكلام ده، يعني على نفس الكود ده جربت الكومن انود. لو جربت الكومن انود، لو فكرنا في الاربعة احنا خدنا الاف والجي والبي والسي، ايه اللي هيشتغل معايا؟ كل حاجة انا عاملاها له هي اللي هتشتغل معايا، الدي والاي والاي. تمام. وخلينا برضو فاكرين في الزيرو احنا الجي بس اللي ما شغلناهاش، يعني دي بس اللي هتنور، برضو الجي اللي هتنور. تعالوا نجرب لو انا خليتها انود. بصوا هتعمل ايه، ونوصلها كده بال5 فولت اهو، عكس الفور وعكس الزيرو. الاساينمنت سهل، احنا بس هنعمل ديسبلاي للاي والسكس بس عن طريق الكومن انود، يعني هي توصيلة وهي كل حاجة ما عدا بس الجراوند هوصلها بال5 فولت، بدل ما هي جراوند يعني هخليها 5 فولت، والكود بدل ما اي حاجة عندي هاي هخليها لو. يعني هنا مثلا في الاي كل حاجة هنا منورة، بدل ما انا كنت عاملاها هاي هخليها لو، كل حاجة هنا مطفية بدل ما هي لو هخليها هاي، وبس.